حساب المثلثات النسب المثلثيه للزاويه الحاده. النسب المثلثيه للزاويه الايه؟ عشان اعرف ان زاويه ج مثلا زاويه حاده يبقى لازم المثلث يكون قائم الزاويه الاول. فعندي مثلث ا ب ج قائم الزاويه فين؟ في ب. خلاص؟ فين الضلع اللي في وش الزاويه ب؟ ا ج فيسمى الوتر. يبقى اول حاجه ا ج يسمى الوتر لانه في مقابل الزاويه القايمه. يبقى الضلع المقابل للزاويه القايمه يسمى ايه؟ الوتر. طيب انا لو عايز طول الوتر هنربع ال8 زائد مربع ال6 تحت الجذر هيطلع 10 سم. يبقى لو عايز الوتر ربع اجمع تحت الجذر. طب لو عايز الضلع ده او الضلع ده ربع اطرح تحت الجذر. ازاي نجيب النسب المثلثيه؟ احنا قلنا عنوان الدرس ايه؟ النسب المثلثيه الاساسيه للزاويه الحاده. يعني جا الزاويه، جتا الزاويه، ظا الزاويه. احنا نفترض هنشتغل على زاويه ج. طبعا في الامتحان ممكن يجيب لك ج او الف. هنبدا دلوقتي على ج. يعني جا ج، جتا ج، ظا ج. هو يعني ايه جا؟ او يعني ايه جتا ويعني ايه ظا؟ جا او جتا او ظا دي اسمها النسب المثلثيه. كلمه نسبه يعني بسط على مقام. النسبه يعني بسط على تمام. جا الزاويه طول المقابل للزاويه على طول الوتر. جتا الزاويه طول المجاور للزاويه على طول الوتر. ظا الزاويه المقابل على المجاور. واحده واحده. جا الزاويه جا ج اروح اقف عند زاويه ج. فين المقابل؟ كام؟ 6. والوتر اتفقنا طلع بكام؟ 10. جتا الزاويه المجاور للزاويه اللي جنبها. واحد يقول لي طب ما برضه ال10 دي جنبها. لا ده الوتر خلاص. احنا قلنا ده الوتر. يبقى المجاور لج على الوتر يبقى 8 على 10. ظا الزاويه يا شباب المقابل على المجاور. ظا ج المقابل لج كام؟ على 8. ونتذكر حاجتين مهمين قوي. اول حاجه ان ظا الزاويه بيساوي جا الزاويه على جتا نفس الزاويه. تمام؟ ظا الزاويه بتساوي جا على جتا. ظا الزاويه بتساوي جا على جتا. تمام يا شباب؟ وقاعده هامه. لو عندي زاويتان متتامتان يعني مجموعهم 90. الزاويتان متتامتان يعني ايه؟ مجموعهم 90. زي مثلا طالما ب ب90 يبقى ج والف متتامتان يعني مجموعهم 90. فيبقى جا الزاويه الاولى يساوي جتا الزاويه الاخرى. وجتا الزاويه الاولى بتساوي جا الزاويه الاخرى. والظا لو ضربتهم في بعض يساوي 1. اهم حاجه عندي في دول ان لو عندي زاويتان متتامتان يبقى جا الزاويه الاولى يساوي جتا الزاويه الاخرى. وجتا الزاويه الاولى يساوي جا الايه؟ الاخرى. 2 ا ب بتساوي جذر 3 ا ج. اوجد النسب المثلثيه الاساسيه للزاويه ج. ده سؤال موجود في كتاب المدرسه في التدريبات. خلاص؟ اول حاجه يا شباب انا هرسم المثلث. دايما اي مساله تجينا ترسم. ا ب ج مثلث قائم الزاويه في ب. ا ب بتساوي كام؟ يبقى اجي عند ا ب واكتب جذر 3. طب ا ج بتساوي كام؟ كده فاضل ايه؟ ب ج ده ضلع ولا وسط؟ ضلع. لو انا عايز الضلع ربع اطرح تحت الجذر. خدت بالكم من الاقواس دي؟ هيطلع 1. بقى عندي الثلاث اضلاع. هو طالب ايه؟ طالب النسب المثلثيه للزاويه ايه؟ ج. يعني عايز جا ج، عايز جتا ج، عايز ظا ج. ايه قانون الجا؟ طول المقابل للزاويه على طول الوتر. يلا جا ج يا ولاد. فين المقابل لج؟ جذر 3 على الوتر كام؟ عرفت الوتر منين طيب؟ اللي في وش الزاويه القايمه يسمى الوتر.
جتا ج يعني المجاور لزاوية ج، المجاور على الوتر. يبقى جتا ج 1 على كام؟ اهو يا جماعه جتا ج المجاور لج على الوتر. الظا بتساوي ايه؟ المقابل. الظا بتساوي المقابل على المجاور. المقابل لج كام؟ جذر 3 على المجاور كام؟ 1. تمام. الفكره الثانيه يا شباب لما يقول لي زاويتان متتامتان. يعني ايه زاويتان متتامتان؟ مجموعهم 90 درجة. طب لو قال لي زاويتان متكاملتان يعني مجموعهم 180 درجة. النسبة بين قياسيهما 3 إلى 80. اوجد بالقياس الستيني كل منهما. زاويتان متتامتان افتكر على طول يعني مجموعهم كام؟ 90. لو قال لي متكاملتان مجموعهم كام؟ 180. شباب زاويتان متتامتان يعني عندي زاويتين قياس الزاوية الأولى إلى قياس الزاوية الثانية. يبقى 8 دي يعني علامة الزاوية وهنا الزاوية الأولى بختصر إلى المجموع. قياس الزاوية الأولى 3 أجزاء، قياس الزاوية الثانية 8 أجزاء. المجموع كام جزء؟ 11. يبقى المجموع يعني انا جمعت. تحت ال 11 اكتب متتامتان، يعني ايه متتامتان؟ 90. طب لو متكاملتان؟ 180. طب انا عايز قياس الزاويه الاولى 3 وقياس الزاويه الثانيه. قياس الزاويه الاولى ادي الزاويه الاولى يا جماعه اهو، اضرب 3 في المجموع الفعلي على مجموع الاجزاء. يبقى 3 في 90 على 11 يساوي الزاوية لو طلعت كسر هندوس على زرار مفتاح تقدير الدرجات بنسميه وات. خلاص؟ ده اسمه مفتاح تقدير الدرجات بيطلع لي ثواني ودقائق ودرجات. طب الزاوية الثانية 8 في 90 على 11 برضه لو الزاوية طلعت كسر هندوس على زرار مفتاح تقدير الدرجات. خلاص؟ هيطلع لي كسر. الزاوية الأولى طلعت كام؟ 24 32 43 64%. 43 و64%. وبعد كده بنحسب الزاويه دي يا جماعه الثانيه. طلعت كده ازاي؟ قلنا دوسنا على زرار مفتاح تقدير ايه؟ مفتاح تقدير الدرجات. تمام؟ النهارده النسب المثلثيه لبعض الزوايا الخاصه. طبعا من كتر الحل اثناء الترم عارفين ان جا 30 بالاله الحاسبه يعني ساين 30 بلس جتا 30 بجذر 3 على 2 ظا 30 يعني جذر 3 على 3. يعني ايه جاب الانجليزي؟ يعني ساين، يبقى انا عايز جا 30 يعني ساين 30، جتا 30 يعني كوزاين 30. يبقى هنا الجا معناها ساين، الجتا معناها كوزاين، الظا معناها تان. 3 زراير جنب بعض في الآلة الحاسبة. خلاص؟ الجا يعني ساين والجتا يعني كوزاين والظا يعني تان. الفكرة الثالثة هنا النهارده يقول لك اثبت أن جا 60 بيساوي 2 جا 30 جتا 30. ركز كده معايا. الحل جا 60 بتساوي 2 جا 30. شباب هنا في طرف أيمن وفي طرف أيسر. في طرف أيمن وفي طرف أيسر. يلا يا حبايبي. هو بيقول اثبت أن. يبقى هجيب له الطرف الأيمن لوحده الأول والطرف الأيسر واثبتها له. إزاي؟ الطرف الأيمن اسمه جا 60 يعني ساين 60 بجذر 3 على 2. يبقى أنا جبت تاني إزاي؟ جبت جا 60 إزاي؟ ساين 60 بجذر 3 على 2. الطرف الأيسر أكتبه كله. يعني 2 في الخطوات أهو ساين 30 بنص كوزاين 30 بجذر 3 على 2 هيساوي بالآلة الحاسبة جذر 3 على كام؟ الاثنين. الطرفان متساويين ولا لا؟ إذا الطرفان متساويان. تمام. في درس النسب المثلثية لبعض الزوايا الخاصة وهي
لما يقول لي اوجد قياس زاوية س. اوجد قياس زاوية س. وجايب لي مسألة زي دي 2 جا س بتساوي جا 30 جا 60 زائد جا 30 جا 60. شباب فرق بين المسألة دي والمسألة اللي قبلها. هنا كان بيقول لي اثبت ان الايمن بيساوي الايسر، لكن هنا بيقول لي دي معادلة، يعني هو بيقول ان هما بيساووا بعض. اوجد قياس زاوية س. فهنا هننزلها كما هي 2 جا س بتساوي، مش انا لسه مش بثبت. هنا مسكت الايمن لوحده والايسر لوحده عشان اثبت. يبقى 2 جا س بتساوي جا 30 بكام؟ يعني ساين 30 بنص. ايه العلامة الحسابية اللي هنا؟ في. جا 60 بنص. جا 30 بجذر 3 على 2 في جا 60 بجذر 3 على 2. الخطوة اللي بعديها 2 جا س بتساوي نص في نص بربع. جذر 3 على 2 في جذر 3 على 2 بتلات ارباع. 2 جا س بتساوي ربع زائد تلات ارباع 1. اوعى تعمل شيفت قبل ما تكون تخلص على الارقام اللي على اليمين. يا جماعه الجا لازم تكون قرعه، يعني لو دي جا او جاتا او ظا لازم تكون قرعه مفيش جنبها ارقام. فنعمل ايه يا استاذ؟ اقسم على الاثنين في الطرفين. الاثنين راحت مع الاثنين. طيب يبقى انا عندي جا س بتساوي نص. ايه الزاويه اللي الجا بتاعتها بنص؟ هو ده السؤال. ايه الزاويه اللي الجا بتاعتها بنص؟ بنعمل شيفت. فين زرار شيفت فين طبعا؟ شيفت ساين. ليه ساين؟ عشان دي جا. شيفت ساين بالنص هيطلع الزاويه كام؟ 30. تاني يا جماعه، اول ا ب ج د المستطيل. مستطيل معناه ان زواياه قائمه. طيب هو احنا هنا ده مستطيل ولا مثلث؟ في مثلث اهو صح؟ يبقى اول حاجه من غير ما يطلب مني لازم اجيب ب ج. ب ج ده ضلع ولا وتر؟ يبقى ربع ربع اطرح تحت الجذر. في مشكله في الطرح يا جماعه ان في ناس بتبدا بالصغير، وطبعا لما اجي اطرح صغير من كبير فيطلع عدد سالب، ولا يوجد جذر تربيعي لعدد سالب. يبقى انا هنا لما احب اجيب ضلع يبقى ربع الوتر الاول، ربع ربع اطرح تحت الجذر هيطلع 20 سم. طيب ايه المطلوب الثاني؟ مساحه المستطيل. مساحه المستطيل دي معلومه قديمه، يعني تراكمي لازم يجي لك تراكمي في الامتحان. مساحه المستطيل الطول في العرض. مساحه المستطيل الطول في الايه؟ سنتي مربع. طبعا ده الطول وده العرض. مالكش دعوه بالوتر. واحد يقول لي طب انا هضرب 15 في 20، الضرب ابدالي مش هتفرق. خلاص؟ يبقى لما اجيب مساحه المستطيل اضرب 20 في 15 او 15 في 20. لكن مالكش دعوه بالوتر. امال بستخدم الوتر لو عايز محيط المثلث. مجموع اطوال اضلاعه. ثالث حاجه وده جديد بقى، ازاي اجيب زاويه لما يكون موجوده اضلاع المثلث؟ لما تكون موجوده اضلاع المثلث ازاي اجيب زاويه؟ اجيب زاويه استخدم احدى النسب المثلثيه. يعني اجيب جا ج او ظا ج او جاتا ج براحتنا. اختار ايه؟ ايه الاسهل اللي كله بيحبه؟ الجا. الجا اسهل حاجه. يبقى جا الزاويه دي اللي هي اسمها ا ج ب يساوي المقابل على الوتر زي ما قلنا اول الحصه. يبقى 15 على 25. طب انا عايز دلوقتي الزاويه نفسها، يبقى شيفت ايه؟ شيفت ساين ال 15 على 25، ولما تطلع كسره هندوس على زرار ايه؟ الواوات. تاني يا شباب لو سمحت، مطلوب مني اوجد قياس زاويه ا ج ب. دكتور اللي ورا اللي مش مركز، اوجد قياس زاويه ا ج ب. هنستخدم احدى النسب المثلثيه جا او جاتا او ظا. الجا المقابل على الوتر. هنعمل شيفت ساين ل 15 على 25. هتطلع زاويه ج بتساوي 36 و52 و11 63 من 100. 63 ايه؟ من 100. الهندسه التحليليه. الهندسه التحليليه عندنا درسين. البعد بين نقطتين واحداث منتصف قطعه مستقيمه. الهندسه التحليليه عندنا درسين. ايه هما الدرسين؟ البعد بين نقطتين ومنتصف القطعه المستقيمه. يعني ايه؟ لو انا عندي يا شباب ا ب قطعه مستقيمه، احداثي ا
س واحد وصاد واحد. إحداثي ب س 2 وصاد 2. وطلب مني طول أ ب أو البعد من أ ل ب، الطول أو البعد أو أضلاع المثلث. فالقانون عندي طول أ ب بيساوي الجذر التربيعي لمربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. يعني س 2 ناقص س 1 تربيع، الأول ناقص الأول، مش هتفرق بدأت بإيه يعني؟ مش هتفرق بدأت بإيه؟ هو فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع. زائد فرق الصادات إيه؟ تربيع. ده كده درس البعد بين نقطتين. بستخدمه في إيه؟ أشهر الأسئلة. وأول سؤال بين نوع المثلث من حيث أطوال الضلع. بين نوع المثلث من حيث أطوال الضلع. واقف 11 معلش. المثلث أ ب ج من حيث أطوال الضلع. هنجيب يا جماعة الثلاث أضلاع اللي هو طول أ ب، طول ب ج، طول أ ج. بين نوع المثلث من حيث أطوال أضلاعه. هنجيب طول أ ب فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع. أ ب يبقى سالب 2 ناقص 3 و4 ناقص سالب 1. 4 ناقص سالب 1 سالب سالب حول ايه؟ ما ننساش التربيع تحت الجذر. 3 ناقص 4 تربيع سالب 1 ناقص 5 تربيع. طول أ ج يبقى سالب 2 ناقص 4 تربيع زائد 4 ناقص 5 ايه؟ الكل تربيع. هنا طلعت 5 جذر 2 جذر 37 جذر 37. ايه التمييز؟ وحدة طول. طيب شباب، في ضلعين طلعوا قد بعض، يبقى المثلث ده نوعه ايه؟ متساوي الساقين. يبقى نقول له اذا ب ج يساوي طول أ ج، اذا المثلث متساوي الساقين. منتصف قطعة مستقيمة. الأول يعني إيه؟ لو أنا عندي قطعة مستقيمة أ ب، أ س 1 وصاد 1 وب س 2 وصاد 2. درس إحداث المنتصف يعني فين النقطة التي تقع في منتصف المسافة، وليكن ج تقع في منتصف المسافة. ج بتساوي القانون زوج مرتب س 1 زائد س 2 على 2 صاد 1 زائد صاد 2 على 2. يبقى ايه احداث المنتصف؟ س 1 زائد س 2 على 2 فاصلة صاد 1 زائد صاد 2 على 2. ده معنى احداث المنتصف. السؤال المعروف لو قال لي أ ب قطر في الدائرة مين؟ طبعا تسمى الدائرة باسم مركزها، والمركز بيكون في منتصف القطر. فأنا عندي أ مثلا 3 وسالب 5 وب 7 و15. عايز إحداث المركز. المركز يقع في منتصف المسافة، يبقى ده درس المنتصف. المركز يقع في منتصف المسافة. المركز بيساوي، هنجمع المسقط الأول مع المسقط الأول، يعني 3 زائد 7 على 2 وسالب 5 زائد 15 على 2. ونكمل المسألة. 3 زائد 7 10 على 2 فيها 5. سالب 5 زائد 15 10 على 2 فيها 5. على درس منتصف قطعة مستقيمة. إذا كانت النقطة ج يا شباب ارسموا. بيقول لي ج في منتصف المسافة من أ ل ب. ج في منتصف المسافة من أ ل ب. أروح أنا راسم قطعة مستقيمة كده وج في المنتصف. أ بسالب 3 وصاد. ج بس وسالب 3. خلاص؟ دي ج. وب ب9 و11. لو سمحت نرسم. ادي ج في منتصف أ ب. ادي ج في منتصف أ ب. ادي أ
وادي الجيم فين؟ جيم اهي. جيم س وسالب 3 وب 9 و11. يا جماعه قانون المنتصف كنا بنجمع س 1 زائد س 2 ونقسم على الاثنين. سالب 3 زائد 9 على الاثنين يطلع كده س. وصاد زائد 11 على الاثنين يطلع تاني لو سمحت عشان النقطه دي مهمه. المساله جايه بالمقلوب. هو مديني المنتصف وطالب مني س وصاد. فاقول له القانون ايه؟ القانون كنت بجمع سالب 3 زائد 9 على الاثنين يطلع اللي في النص اللي هو س. وصاد زائد 11 على الاثنين يطلع اللي في النص اللي هو سالب 3. طيب س في طرف لوحدها س بتساوي، هنحسب دول بالاله الحاسبه يطلعوا كام؟ 3. طبعا ممكن اقول س بتساوي 3 او س بتساوي 3 مش هتفرق. هنا بقى المجهول في الطرف الايمن نعمل ايه؟ ننزل السين زائد 11 كما هي يساوي، واسال نفسي ايه العدد اللي اقسمه على 2 يطلع سالب 3؟ مش عارف، اروح ضارب 2 في سالب 3. 2 في سالب 3 بكام؟ يبقى هنزل البسط واضرب 2 في سالب 3 بكام؟ سالب 6. صاد بتساوي سالب 6 ونودي ال 11 بعكس يبقى صاد بتساوي سالب 6 وسالب 11 يبقى سالب 17. كده احنا جبنا س وايه؟ وصاد. أ ب ج د متوازي أضلاع. قلت لك على طول الأول ارسم. أ ب ج د متوازي أضلاع. فقاطع قطريه في ه أو في م أي حاجة. من خصائص متوازي الأضلاع أن القطران ينصف كل منهما الآخر. معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام إن ه تقع في منتصف أ ج. طب يا أستاذ يعني ه تقع في منتصف أ ج؟ طب ما هي برضه ه تقع في منتصف ب د. ايوه بس انا عندي ا موجوده ب4 و3 وج موجوده. لكن ب موجوده لكن د مش موجوده. يبقى انا هشتغل عليه يا جماعه؟ هشتغل على المعلوم صح؟ يبقى ه منتصف ا ج يبقى بتساوي زوج مرتب. يلا هنجيب منتصف مين؟ ا ج. يبقى ايه؟ المنتصف بيجي ازاي؟ مجموع السينات على الاثنين. 4 زائد سالب 2 على الاثنين. طالما في اشارتين ورا بعض احط الثانيه في قوس. اشارتين كسر. 3 زائد سالب 3 على الاثنين هيساوي 1 وصفر. 1 وايه؟ وصفر. احنا لسه جايبينها ب1 وصفر. تاني ه منتصف القطر ب د. ب بصفر و2 وه ب1 وصفر. فاضل د هنسميها س وصاد زي المسألة اللي فاتت بقى. يلا يا بنتي. 0 زائد س على 2 يساوي كام؟ 1. و2 زائد ص على 2 يساوي كام؟ 0. واحدة واحدة. الصفر محايد جمعي لا يؤثر في العملية. ف0 زائد س يعني كام؟ ايه اللي يتقسم على 2 يطلع 1؟ 2. طب لو مش عارف اضرب 2 في 1. هنا برضو شباب ركز لو سمحت. 2 زائد ص بتساوي 2 في 0. الصاد بتساوي الاثنين تروح الناحيه الثانيه بسالب 2. طبعا الصفر ملوش قيمه لانه محايد جمعي. يبقى نقطه د 2 وسالب 2. المستقيم. معادله المستقيم يا شباب لو قلنا ادي محور السينات وده محور الصادات. نفترض المستقيم كده مثلا قطع عند محور الصادات في نقطه بنسميها ج. اي معادله مستقيم صاد بتساوي م س زائد ج، حيث م ميل المستقيم وج الجزء المقطوع من محور الصادات اللي هو الجزء ده. طيب مشكلتنا كلها في ايجاد ميل المستقيم. فهديلكم الثلاث حالات. لو عندي المستقيم مر بنقطتين اجيب ازاي الميل؟ فرق الصادات على فرق السينات. لو المستقيم
صنع زاويه وليكن الزاويه دي زاويه اهي، الميل بيساوي ظ اهي. خلاص يا جماعه؟ 3 ميل المستقيم الموازي لمحور السينات من غير ما يقول بتساوي 0. 4 ميل المستقيم الموازي لمحور الصادات غير معرف، غير معرف يعني رقم على 0، يعني رقم على 0. 5 لو اداني معادلة المستقيم، ازاي نجيب ميل المستقيم من خلال المعادلة؟ الميل بيساوي سالب معامل س على معامل ص، بمعنى سالب معامل س يعني اعكس اشاره معامل س، 3 تبقى سالب ايه؟ على معامل ص يعني على سالب 2. السالب تروح مع السالب يبقى 3 على 2. يبقى عندي 3 حالات. الحاله الاولى لو المستقيم بيمر بنقطتين، الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات. لو اداني زاويه وليكن الزاويه هي يا جماعه، الميل بيساوي ظ الزاويه تاني الزاويه يعني. ميل المستقيم الموازي لمحور السينات بيساوي 0. ميل المستقيم الموازي لمحور الصادات غير معرف. لو اداني بقى هو معادله وعايز يوجد منها الميل بيساوي سالب معامل س على معامل ص. طيب ولو طلب طول الجزء المقطوع من محور الصادات، طبعا لازم يكون موجب. الطول لازم يكون ايه؟ بنقول ايه بقى يا اولاد؟ سالب الحد المطلق على معامل ص، بس عشان ااكد انه لازم يكون موجب احط علامه القيمه المطلقه عشان ااكد انه لازم يكون ايه؟ موجب. يعني فين الحد المطلق هنا؟ 6، هيبقى ايه؟ هيبقى سالب 6 بس جوه قيمه ايه؟ على معامل ص اللي هو سالب 2. المهم ايه ده؟ ده هيطلع سالب يا استاذ، هيطلع سالب. لا ده احنا لازم نطلعه ايه يا جماعه؟ موجب اهو. هنعمله قيمه مطلقه فوق وتحت عشان اكد لك لازم يطلع موجب. هيطلع كام يا جماعه؟ 3 وحده طول. 3 وحده ايه؟ طول. الذي ميله 2 على 3 ويمر بالنقطه 9 و6 او 9 و12 ايا كانت الارقام يعني. شباب اول حاجه ميله اللي هو ايه؟ مين صح؟ الرمز بتاعه مين؟ يمر بالنقطه، اي نقطه يعني ده س وده ايه؟ يبقى 9 و12 النقطه دي اللي هي س وص. احنا اتفقنا اي معادله مستقيم ص بتساوي م س زائد ج. طيب الميل موجود والسين والصاد، يلا نعوض. الصاد بكام؟ 12. الميل تلتين. السين زائد ج ما اعرفهاش. خلاص دايما اي معادله فيها مجهول واحد بجيبه. 12 بتساوي، هنضرب دول بالاله يطلع 6 زائد ايه؟ طب انا عايز ج. 6 زائد كام يطلع 12. لو مش عارف اللي بره ناقص جبت ج. بقى عندي الميل وعندي الج. اي معادله مستقيم ص بتساوي م س زائد ج. اكتب مكان الميل ما بيتغيرش يا جماعه. الميل تلتين والجيم بكام؟ ب6 والميل بكام؟ ب6.